الجولة الثانية للترقي بالمجموعة الثانية، النصر غلب المريخ البورسعيدي 2-1، والسكة فاز على الدخان 1-0، والسويس تغلب على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-0. النصر فاز على المريخ البورسعيدي بهدفين مقابل هدف. مش هو ده بس الموضوع الحقيقة، لأنه في نهاية اللقاء حصلت مشاجرة لاعتراض لاعبي المريخ على احتساب حكم اللقاء لركلة جزاء لصالح النصر، أحرز منها محمد حسن ميدو هدف الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، والدنيا اتقلبت. نعرف بالظبط تفاصيل ما حدث عقب اللقاء من خلال السيد أحمد جوهر رئيس نادي المريخ البورسعيدي. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا حضرتك يا استاذ ابراهيم، وتحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. تحياتنا ليك يا فندم، موصوله دايما. ايه اللي حصل بالظبط عقب اللقاء يا فندم؟ في البدايه طبعا انا حابب ان انا اهني فريق النصر واللعيبه ومجلس الاداره، وبقول لهم الف مبروك الفوز، واتمنى لهم يعني كويسه ان شاء الله. لا انا عندي مشكله في الصوت، ارجو من حضرتك بس تيجي في مكان يبقى فيه شبكه، ومعلش نعلي صوتنا شويه يا فندم. طيب انا بس عشان راجع على الطريق، طبعا راجع من اسكندريه. توصل بالسلامه ان شاء الله. الله يسلمك حضرتك. الله يسلمك حضرتك. فطبعا انا حابب ان انا كنت اهني لعيبه النصر ومجلس الاداره المحترم بتوع نادي النصر يعني. بالنسبه للقاء، حضرتك سامعني؟ سامع حضرتك يا فندم كويس جدا، اتفضل. يا ريت لو حضرتك بس تديني فرصه دقيقتين يعني. اتفضل يا فندم. اللقاء انا بعتذر لشعب بورسعيد، النهارده احنا اتغلبنا. الناس كانت تامل ان المريخ يكسب او ويفضل في الصداره. كان لاعب المريخ قدم بشكل كويس، الماتش كان ماشي كويس جدا يا كابتن، مفيش اي مشاكل. كويس. طبعا كان تصريح، وانت حضرتك انا استمعت المداخله من الاستاذ المحترم استاذ عامر حسين، وحضرتك قلت تعظيم سلام لاتحاد الكوره لانه ماشي بما يرضي الله. تمام. انا باكد على النقطه دي. ما ينفعش اتحاد الكوره اللي ماشي بما يرضي الله يخرج منه الاستاذ احمد مجاهد ويقولها يتمنى هبوط النادي المصري على اساس ان الجدول يبقى دوري واحد او يبقى مجموعه واحده، فانت كده بالاحرى تتمنى عدم صعود نادي المريخ، وده اللي حصل بالظبط النهارده في ارض الملعب يا استاذ ابراهيم. اذا كان الكلام ده قيل من عضو مجلس اداره بالاتحاد المصري لكره القدم يبقى كلام عيب ولا يجوز ولا يصح. كابتن ده كلام عنصري، انت تتمنى النادي المصري ينزل ليه؟ لانه تاني اهو انا بقول لحضرتك اهو على الهوا، هو في حجاب بيني وبين حضرتك؟ انا بقول لك اهو على الهوا، اذا كان الكلام ده قيل من عضو مجلس اداره بالاتحاد المصري لكره القدم يبقى كلام عيب ولا يصح اكيد ولا يجوز. اتفضل يا فندم. لا هو طبعا اتقال، وحتى سياده المستشار مرتضى منصور علق على هذا الكلام، والناس طبعا في بورسعيد الكلام بيتردد وفيديو والدنيا كلها عارفه. النهارده يا كابتن اللي فوجئنا بيه في الملعب ان الماتش كويس، لعيبه النصر نادي محترم جدا ومجلس اداره محترم جدا. الحكم حكم كويس، انا مش قصدي ان هو قصده يخسرنا، بس هو خسرنا يا كابتن. النهارده لو كان فيها كاميرا لسي بي سي اعتقد في الملعب موجوده، الكاميرا موجوده واحنا بنعرض وحضرتك بتتكلم. يا ريت لو حضرتك مثلا هتلاقي في الشوط الاول حارس مرمى النصر ضرب لاعب المريخ بالكوع بدون كوره، كانت الكوره في حوزه حارس مرمى النصر وضرب بالكوع. اللاعب رقم 6 في فريق النصر عنده انذار يا كابتن، وهجمه مرتده واعده، مفيش اي كلام لنادي المريخ. اللاعب بيعرقل لاعب المريخ، فيها انذار ثاني وطرد. هلعب شوط ونص، النصر 10 لعيبه، حكم بيحسب الفاول وبيتجاهل تماما اي شيء. انا فيها ومحتاج حضرتك توجز فيهم، انا اديتك اكتر من دقيقتين بس عشان نبقى متفقين. انا كابتن هوجز معلش لانه عندي فاصل. اتفضل. انا في التراكيب الثانيه بقول لحضرتك احنا بكره هنبعت فاكس اتحاد الكوره، لو هم مش عايزين فرقه من بورسعيد تشارك في الترقي كمان بنرفع الحرج عنهم تماما، ما عندناش اي مشاكل. ونقول للاستاذ احمد مجاهد انا بقول له يعني الف مبروك على ال3 بونت اللي حضرتك حققتهم النهارده. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا سيد احمد جوهر رئيس نادي المريخ البورسعيدي. دي كانت مداخلتنا فيما يتعلق بمباريات دوره الترقي النهارده والازمه اللي حصلت، واذا كان الكلام ده قيل من المهندس احمد مجاهد فبعتقد انه محتاج توضيح فيما يتعلق بهذا الامر.